بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية، هتكلم اليوم عن شيكابالا عبد الرازق محمود عبد الرازق شيكابالا. شيكابالا موهبة كبيرة جدا جدا جدا، موهبة مصرية، لاعب من الطراز الفريد، لاعب مش هيتكرر إلا كل 50 سنة. في ناس طبعا كتير يقولوا محمد صلاح حاليا أعظم لاعب في مصر، وهو طبعا بالأرقام، لكن الحريف اللاعب الموهوب، اللاعب اللي فعلا بيداعب الكرة، اللاعب اللي عارف فين ممكن يسدد ويحط الكرة في المرمى بطريقة عالمية وبأهداف عالمية. شيكابالا 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 من زمان من زمان من زمان، وأيام كأس العالم وهيكتور كوبر الله يسامحه، وكان نفسنا إن ينزل شيكابالا. للأسف كان بينزل عمرو وردة، لا كهربا يطلع كهربا، ينزل مروان محسن كذا، وشيكابالا على الخط. شيكابالا اللاعب الذي يستطيع أن يغير نتيجة المباراة في ثانية. شيكابالا أمس وفي كل مباراة يستطيع أن يغير نتيجة المباراة. طبعا لا تقول لي أوسيريو ولا تقول لي بابا فاسيليو، دول مدربين يعني مع احترامي. بابا فاسيليو مع البنك الأهلي معاه سكواد ولا أحلى، سكواد ولاعيبة كتير جدا جدا جدا، وثالث مباراة بيهزم. فأنا لو من إدارة البنك الأهلي باي باي بابا فاسيليو، واجيب مدرب مصري على أعلى مستوى. والمدربين كتير كتير كتير، ويا ريت يكون اسم جديد بجد ويدفعوا بيه في الساحة الكروية. أوسوريو ومع احترامي وبرغم الفوز أمس، ولكن الفريق دون في بطولة الكونفدرالية ممكن يعاني كتير، ليس بسبب اللاعبين ولكن بسبب أوسوريو. فمهما كان مجلس الإدارة الجديد اللي هيجي بعد الانتخابات، بالرغم من ان كلهم لا يصلحهم لإدارة نادي الزمالك، ولكن لابد من التغيير والتغيير السريع. ممكن أوسوريو يكون لاعب مدرب كبير جدا وعلى فكر عالي، لكن بمجموعة اللاعبين وإمكانيات اللاعبين اللي موجودة صعب إن هو يطبق الفكر بتاعه. فبالتالي أوسوريو وبابا فاسيليو أمس كانوا فاشلين بنسبة 100%، واللي غير مسار المباراة فعلا لاعب من الطراز الفريد زي زيزو، ولاعب من الطراز اللي فعلا هنتحرم منه يوم ما يقرر الاعتزال، لأن فعلا محتاجين شيكابالا شيكابالا شيكابالا. ويا ريت يا ريت الملاعب المصرية تنتج 100 شيكابالا. محمود عبد الرازق شيكابالا ده موضوع الحلقة بتاعتي اليوم. فعلا هنيئا لجماهير الزمالك، وهنيئا لكل جماهير الكرة المصرية وعشاق الكرة في مصر بلاعب زي شيكابالا. تحية كبيرة لشيكابالا، تحية كبيرة لانتماء شيكابالا، تحية كبيرة للاعب بيحب ناديه بهذا الشكل، لاعب في لحظة يغير نتيجة أي مباراة. شيكابالا بنتمنى فعلا من مدربين قطاع الناشئين في كل الأندية المصرية إن يبحثوا عن موهبة فريدة وموهبة فذة زي شيكابالا، بحيث الأجيال القادمة يتمتعوا بموهبة زي شيكابالا. كل عشاق الكرة المصرية ومتابعي كبسولة رياضية، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.